ده المحمول بتاعك ودي كاميرا احترافية. المحمول لما بتصور بيه بيشوف الفيديو او الصورة اللي انت بتصورها خام، يعني بدون اي تعديل. بياخد الفيديو ده ويعمل عليه معالجة للألوان والإضاءة. الموضوع ده بيحصل في أجزاء من الثانية علشان الصورة تظهر قدامك أول ما تفتح كاميرا المحمول. المعالجة اللي هو عملها دي ممكن ما تكونش مناسبة خالص لظروف التصوير اللي انت صورت فيها، فتروح مطلع روح الإديتور اللي جواك وتاخد الفيديو المتعدل ده وتروح عامل عليه تعديل تاني، والنتيجة إن الصورة جودتها بتضيع. نيجي بقى للكاميرا الاحترافية اللي بآلاف الدولارات. هي بتشوف الصورة تقول لك خد يا صاحبي هو ده اللي أنا شفته زي ما هو كده خام، بالإضاءة الضعيفة، بالألوان البهتانة، بكل حاجة. بس الحقيقة إنك بتاخد فيديو ما حصلوش أي نوع من المعالجة، وده أفضل نوع فيديوهات تقدر تعدل عليه بعدين، لأن في الأغلب التعديلات بتاعة الموبايل ما بتبقاش مناسبة أو مش دقيقة زي اللي احنا بنعملها، وده لو عملنا تعديل عليه هيطلع احترافي جدا. أنا النهاردة يا صديقي هخليك تطلع فيديو خام من المحمول بتاعك زي الكاميرا الاحترافية بالظبط. أول حاجة يا صديقي ما تنساش تعمل لايك واحفظ الفيديو ده عندك عشان هتحتاجه بعدين، ولو على اليوتيوب اشترك على القناة علشان هتفوتك فيديوهات جامدة جدا الفترة الجاية. فما تحرمنيش من التفاعل مع المحتوى علشان أنا بكمل بدعمك. يلا بينا. يلا بينا. اول حاجه هتنزل ابلكيشن اسمه اوبن كاميرا. هنفتح بلاي ستور وهنكتب اوبن كاميرا، هنثبت الابلكيشن ونفتحه، هندوس على سماح لصلاحيات الوصول كلها، وهندوس على الترس اللي على اليمين فوق، ننزل تحت عند كاميرا API، هندوس عليها وهنفعل الخيار التاني كاميرا 2 API. بعد كده هندوس على الترس تاني وندخل على فيديو سيتنجز، هنختار الريزولوشن اللي احنا حابين نصور بيه. انا اخترت فول HD. بعد كده هنختار فيديو فورمات وهنخليه HEVC، وهندخل على فيديو بيكتشر بروفايلز، وافضل اختيار هو ريك 709 لانه اسهل في الايديت وما بيحتاجش شغل كتير زي اللوج. بعد كده هننزل تحت خالص وهنختار فيديو بيتريت ونختار اعلى قيمة موجودة. بعد كده هتيجي على فيديو فريم ريت وهتختار 30 فريم، ولو حابب تاخد افضل اعدادات من الكاميرا هتيجي على الزائد والناقص وهتدوس عليها وتغير الايزو بنفسك حسب المشهد اللي بتصوره. الايزو ده هو قدرة الكاميرا على تفتيح الصورة صناعيا في الاماكن المظلمة، لكن كل ما زاد الرقم زادت النويز والشوشرة في الفيديو. الايزو ده يا صديقي احنا بنحاول نظبطه على حسب نسبة الاضاءة اللي موجودة حوالينا، بنزوده بننقصه بالمقدار اللي يخلي الصورة تبقى ظاهرة قدامنا مش ظاهرة بوضوح عالي، علشان نقدر نعدل عليها بعد كده. وكده انت قدرت تطلع فيديو خام من المحمول بتاعك. الفيديو اللي هيطلع هيبقى باهت واضاءته ضعيفة، فهناخده ونعمل عليه تعديلات براحتنا على اي تطبيق من التطبيقات بتاعة المونتاج، سواء انت كنت بتعمل مونتاج من على الموبايل او من على الكمبيوتر، والنتيجة اللي هتطلع هتبقى زي اللي قدامك دي بالظبط. كده انا بصور قبل ما اعمل اي تعديلات على الفيديو، وكده بعد التعديلات يا صديقي شايف الفرق؟ ولو انت صانع محتوى او يهمك الفيديوز تطلع باعلى جودة لازم تهتم بالاضاءة، لان الاضاءة الضعيفة معنى كده ان السنسور مش هيوصل له معلومات كافية، فبالتالي مش هيدي لك صورة احسن. هسيب لكم في التعليقات تحت لينكات الاضاءة اللي انا بستخدمها والادوات اللي بثبت عليها الاضاءة. لو عايزين فيديو تاني اشرح فيه افضل تطبيقات لتعديل الفيديو الخام بحيث تظبط كل حاجة فيه اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ويلا يا صديقي سلام.